سوف نقوم في هذا الدرس بشرح مجموعة الأوامر الموجودة بالقائمة فايل، والتي يندرج تحتها مجموعة الأوامر الخاصة بفتح الملفات الجديدة وحفظها وإغلاقها، وكذلك العديد من العمليات الأخرى والتي سوف نتعرف عليها لاحقا. وسوف نبدأ شرح أول أمر من هذه الأوامر، وهو الأمر New، وهو يقوم بفتح ملف جديد، ويمكننا من خلال هذا الملف الاحتفاظ بكل ما نقوم به في برنامج الفوتوشوب. وعند الضغط على الأمر New تظهر لنا نافذة يوجد بها مجموعة الخصائص التي سوف نحددها لهذا الملف. فبجوار الخانة Name نكتب اسما لهذا الملف، وليكن Lesson 1. ويراعى دائما أن يكون اسم الملف معبرا عن محتواه حتى يسهل علينا عملية التعرف عليه لاحقا. ومن هذا الجزء نحدد مساحة الملف، فمن Width نحدد العرض، ثم نحدد الارتفاع من Height، ثم نحدد درجة الوضوح من Resolution. وكما نلاحظ هنا يمكننا تحديد مساحة الملف إما بالسنتيمتر أو بالإنش أو أي من وحدات القياس الأخرى. ومن Color Mode نختار نظام اللون الذي نريده كما تعلمنا سابقا. أما بالنسبة للجزء الخاص بالباكجراوند كونتنتس فنحدد من خلاله لون الخلفية، إما اللون الأبيض أو الباك جراوند كولر، أي اللون الموجود في مربع الباك جراوند كولر، أو ترانسبيرنت أي شفاف. وبعد الانتهاء من ضبط الخصائص نقوم بالضغط على أوكي، فتظهر لنا نافذة لها نفس العنوان الذي حددناه من قبل. والآن يمكننا العمل على هذا الملف، فمثلا لرسم مستطيل نختار الريكتانجل ماركي تول من صندوق الأدوات، ثم نقوم برسم المستطيل كما تعلمنا سابقا. وبواسطة الأداة Paint Pocket Tool نقوم بتلوين المستطيل باللون الأحمر. والآن يمكننا حفظ ما قمنا بإنشائه، وللقيام بذلك نذهب إلى القائمة فايل، ثم نختار الأمر Save، وبالضغط عليه تظهر لنا نافذة نحدد منها المكان الذي نريد حفظ الملف به. ومن فايل Name نختار اسما للملف، ثم من فورمات نحدد الامتداد الذي نريده، إما PSD وهو الامتداد الخاص ببرنامج الفوتوشوب، أو BMP وهو الخاص ببرنامج البيت ماب، أو JPG أو أي من أنواع الامتدادات الأخرى. ثم نضغط Save فيتم حفظ الملف. والآن سوف نقوم بإجراء بعض التعديلات على هذا الملف. فمثلا نقوم برسم مستطيل آخر، ثم نغير اللون الموجود في مربع الفورجراوند كولر، وبواسطة الأداة Paint Bucket Tool نقوم بتلوين المربع كما تعلمنا سابقا. وإذا أردنا حفظ هذا التعديل مع الاحتفاظ بالملف القديم نذهب إلى القائمة فايل، ثم نختار الأمر Save As، وبالضغط عليه تظهر لنا نافذة مشابهة تماما لنافذة الأمر Save. وكما تعلمنا سابقا نحدد المكان الذي نريد حفظ الملف به، ثم نعطي الملف اسما مختلفا وليكن New، ثم نضغط Save. ولدينا الآن نسختان من هذا الملف، الأولى وهي Lesson 1، وهي تحتوي على ما قمنا بإنشاؤه أول مرة، وهو الصندوق الأحمر.
أما النسخة الثانية وهي نيو فهي تحتوي على التعديل الجديد في هذا الملف. وكما نلاحظ هنا أنه يمكننا الاحتفاظ بالملفات في برنامج الفوتوشوب بالعديد من الفورماتس أو الامتدادات المختلفة، وذلك يمكننا من فتح الملفات في العديد من برامج الجرافيكس الأخرى، كما أن لكل فورمات الخصائص المميزة له. فالPSD فورمات وهو الامتداد الرئيسي لبرنامج الفوتوشوب يقوم بحفظ الملف بكل الطبقات أو اللايرز التي قمنا بإنشائها، وذلك يتيح لنا التعديل في أي لاير في هذا الملف بكل سهولة. أما الJPG فورمات فهو يقوم بحفظ الملف في لاير واحدة أو طبقة واحدة، ويتميز هذا النوع بصغر حجم الملف وسرعة تحميله أيضا. والبيت ماب فورمات يقوم بحفظ الملف في شكل لاير واحدة أيضا، ولكن ذات حجم كبير، ولكنه يتميز بالوضوح العالي للصور، ولذلك ننصح باستخدام الفورمات في عملية الطباعة. أما الGIF فورمات فهو يمكننا من فتح الملفات على أجهزة الأبل ماكنتوش، وكذلك الحال بالنسبة لباقي الامتدادات الأخرى، فكلا منها يمكننا من فتح الملف بداخل البرنامج الخاص به. ويجب أن نعرف أنه يمكننا دائما تغيير فورمات أي ملف حسب الحاجة، وللقيام بذلك نقوم أولا بفتح الملف، ثم نذهب إلى القائمة فايل، ثم نختار الأمر Save As، وبالضغط عليه تظهر لنا نافذة نحدد من هذه النافذة الفورمات أو الامتداد الجديد الذي نريده. نختار مثلا JPG، ثم